تعالوا بقى نشوف عملنا احلى طاجن بسلة بالجزر بالبطاطس مع حبة ملوخية خضرا كده، ايه عسل كده وسمنة بتبج منها كده، ومعانا شوية الشوربة الحلوين، ومعانا طبق الرز الشعرية المفلفل بقى الجميل، وطبق المخلل، ومعانا الفراخ اللي هنحمرها مع بعض وهنشوف عملناها ازاي، مقرمشة كده ومحمرة كده ايه بالسمنة كده والزيت كده ايه مع بعض. نشوف بقى عملنا كل طبخنا ده النهارده ازاي. قبل ما نبدأ لايك واعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو انا بنزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ ونقول ايه دوسوا الاشتراك لو انتوا على اليوتيوب عند ام كريم، لو انتوا على الفيس دوسوا متابعة. نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وجبنا معانا ايه النهارده؟ هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل فراخ، نحمر الفراخ ونسلقها، وهنبدأ مع بعض حاجة حاجة عشان ما تعملكمش معايا. صليتوا كده على النبي عليه الصلاة والسلام. هنجيب بقى ايه شوية السمنة الحلوين، شوية السمنة بقى نحطهم كده ننزلهم كده معلقة سمنة واحدة بس، مش هننزل كتير ماشي. هنسيبها تسخن خالص عشان نحط بقى ايه بقية مقاديرنا. صليتوا بينا على النبي. ننزل بقى عليها الفراخ اللي احنا ايه مقطعينها على 8 فرخة، مقطعينها على 8 ماشي. وكان عندي كيس فيه جناحات ورقابي، كان كيس صغير كده، قلت ايه ازود معاهم في الفراخ معاهم بيضك مش هيخسر. انا بنحب بيضك ايه الجناحات والرقابات الرقاب. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. هنسيبها تتشوح بقى تشويحه حلوه الاول كده بالسمنه، تاخد لون حلو، نقلب بس فيها كده تاخد لون حلو كده معانا عشان تدينا شوربه جميله ونضيع زفرتها في التحمير. متسلقيش ليه يا ام كريم الميه كده على طول وسخني ميه وتسلقي فيها الفراخ؟ لا، ما تحطيها على التشويحه كده هتضيع اي زفاره، ما تخليش اي طعم زفاره في الشوربه. نحط ورق لورا، وهنحط حبهان، ومعانا بصلايه هنقطعها شرايح، هتحطيها على بعضها حطيها، لكن انا بحب اخليها تبقى دايبه كده ايه وطلع طعمها كله فيها ماشي. ومعانا طماطميه صغيره هشوحهم برضه كل ده مع بعض عشان عايزين شوربه دسمه بقى ايه وطعمها جميل كده. وبصي مبطليش الشوربه من الشوربه بتاعتها، مع تعملي معاها لسان عصفور، تعملي معاها رز اللي يريح. انت تعملي ايه النهارده مع الفراخ يا ام كريم؟ هنخلص الفراخ دلوقتي مع بعض ونحطها على النار تستوي براحتها، وبعد كده نشتغل في بقية مقاديرنا ماشي. انا سايباها تتشوح، لازم تتشوح تاخد لون حلو كده عشان ما تعملش معاكي ريمه كتير. هي كده كده تعمل ريمه بس ايه لازم برضك تبقى حاجتك تبقى ما فيهاش ايه اي زفاره، متاكده ان هي كلها اتشوحت معاكي. تقريبا كمان تاني زي ما انتم شايفين. خليها تتشوح براحتها، متستعجليش عليها. هننزل بقى ميه كده، ننزل عليها شويه ميه، نحط بقى الكبده بتاعتها زي ما انت شايفه كده. نزود بقى شويه الميه عشان عايزين نغطي عليها، بس مش هحط فيها فلفل اسمر ولا اي توابل عشان ما تعملش الريمه، وريمه تطلعها معاها، مع الريمه دي تطلع معاك التوابل زي ما انتم شايفين كده. اما تستوي بقى وتتسبك بقى مع نفسها بقى وتتسبك ايه تستوي بقى والشوربه تغلي معاها، هنجيب حله تانية فاضيه ماشي. حله تانية فاضيه هنولع عليها بوتاجاز، وهنعمل بقى ايه هنعمل بسله بالجزر ومعاها بطاطس. قطعت بطاطسيتين وجبت كيس بسله اللي هو المجفف ده ما كانش عندي، جبت كيس وهحطه على النار وهنشوف مع بعض نعمله ازاي.
هنجيب بقى معلقه سمنه حلوه كده. طبعا انا سايبه الايه لو في اي ميه تنشف عشان ما تقعدش ترقع معايا في السمنه. سبت السمنه تسخن شويه وانا بشرب بصلتين مبشورين وهنزلهم عليها دلوقتي. اول ما السمنه تسخن معاك على طول زي ما انت شايفه كده. سايبه البصلايه تتسبك عشان بس الريمه دي، بس بوريكم الريمه اللي هي طالعه على على البتاعه دي اللي هي على الفراخ. واخد شويه شوربه واسوي فيهم البصلايه اخليها تبقى طريه ودايبه زي ما انت شايفه كده. وكده ايه هنسوي البصله ونشيل بردك الريمه ايه اللي على وش الشوربه كده. على الحته الوليه و نحط معلقه فلفل اسمر عشان خلاص كده شلنا الريمه. نطعم بقى ايه الشوربه بتاعتنا الجميله. ماشي. نسيبها بصلايه تستوي على النار عشان ايه تبقى مستويه وتبقى متظبطه كده. ايه حب البصلايه تبقى متظبطه. نزل بقى البطاطس هنا بقى دلوقتي. يبقى بصيتين بس، وهفتح كيس اللي هو الخضار المتلج ده وانزلهم جزر وبسله. عايزه بجيب شويه واخزنهم تاني عشان اخلص اللي عندي. واضطريت ان انا اشتري من بره اللي هو ايه المفيص ده. نجيب بقى الطماطم عصيناها في الخلاط واصفيها من القشر بتاعها، اخليها بقى تاخد بقى تسبيكه حلوه كده. بعد ما تتسبك احطها في طاجن وادخلها الفرن تتسبك معانا. هنجيب بقى كيس ملوخيه كده جميله خضرا كده جميله. الملوخيه الخضرا دي بحبها قوي. هنولع بس النار التانية ونحط عليها بطاطس ونحط بس شويه ملح كده في الاسمر. نقلب بس تقليبه كويسه ونحطها ايه تتسبك بقى بعيد كده عشان اعمل ايه حله الملوخيه الخضرا. ماشي. طبعا الفراخ شغاله على البوتاجاز زي ما احنا شايفين. هنجيب بقى كيس الملوخيه قطعته على نصين كده، كسرته على نصين. هحط الملوخيه واحط ايه الشوربه عليه. حطينا الملوخيه في الحله فاضيه وهحط ايه الشوربه عليها مش كتير، ما تحطيش شوربه كتير. ماشي. وندوب بقى لحد ما نشوف سمكها معاكي في الشوربه اللي احنا حطيناها دي قد ايه. حطينا 3 كبشات، كبشه صغيره مش كبيره. ايه نص ده. نقلب بقى لحد ما تدوب معانا. طبعا الشوربه بتغلي، انا جايباها من على حله الفراخ. شوربه لازم تكون بتغلي بتاعه الفراخ بتاعه الملوخيه، لازم تكون بتغلي. لو ما عندكش الشوربه تعملي مرقه، هتحطي مرقه في شويه ميه وتخليها تغلي لما تقطع نفسها. ما كانت تنزلي عليها ايه الملوخيه عشان ما تسقطش منك وتبقى ايه غامقه معاكي. هنقلب بقى كده كويس كده. ايه قربت تفك خلاص. ننزل معاها معلقه تانية. اول ما تحس ان هي تقيله زودي شوربه. خفيفه معاكي ما تزوديش عشان في ملوخيه معاكي بتبقى خفيفه وملوخيه تبقى تقيله حسب انت ما شايفه بعينيكي. 3 كبشات صغيرين او كبشتين على الشوربه اللي هي ايه الملوخيه متلجه، وبعد كده بقى زوديها ايه بالشوربه. هتاخد بس غلوه بسيطه كده ايه تشم النار عشان مش هتتصفر مني. زي ما انت شايفه كده. نقلب كويس. طبعا الاكل شغال، الفراخ شغاله والبطاطس بسله بالجزر شغاله. وهنعمل الرز. شغلي عندك العيون كلها. لو انت بتعرفي تشغلي العيون كلها بتحتاسي وبتكعبلي وتنسي حاجه ما تعملهاش كلها مع بعض. اعملي حاجه حاجه. كانت عينك وسط راسك على كل حاجه انت شغلاها فيها. نجيب حله فاضيه هنحط دي على جنب، حله فاضيه للرز. وهننزل بقى ايه المكرونه الشعريه. معلقه السمنه الاول. بصي كده على الفراخ بدك شغاله. عادي بس الستاند. وكده الحاجه كلها جبتها لكم كلها كده ايه قدام بعضيها عشان اوريكم انا شغاله بايه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحاجه جميله جميله جميله. بسم الله ما شاء الله.
بس نحط السمنة بقى ايه للرز. نحط السمنة كده للرز، نقلب بقى ايه. ده الشعرية نحمرها الاول، نحمر الشعرية بالراحة كده على قد مهلنا. ده تشويحة كده ايه على النار، عشان خاطر ايه تبقى كلها دهبي كده بلونها جميل. اوعي تسهي عنها وتسيبيها وتمشي، هتحمر كلها وتسود معاكي. هيبقى ايه طعمها مغير معاكي في الرز. عينك وسط راسك في الشعرية بالذات، في دقيقة بتغير لونها، في دقيقة زي ما انت شايفة كده. نقلب كده لحد ما ايه تستوي معانا. نقلب بس ايه واحدة واحدة، لسه محطينالوش ملح ولا حطيناله حاجة. نقلب بس ايه ياخد بس ايه تشويحة حلوة. احطله بقى ملح بتاعه دلوقتي، نحط ملح على الشوربة عشان ما حطيناش ملح على الشوربة. نقلب كده كويس. نحط بقى ايه، نعاير بقى ايه الرز بتاعنا بالشوربة. عايز يحطه بمية يحط. نحط بقى ايه شوربة كده على الرز بتاعنا. نزود بقى ايه شوية شوربة كمان. اللي بيعاير بمية بيحب المية اللي يريحه، لكن اللي ما يحبش المية يعاير بالشوربة. طعمها جميل في الرز كمان، تدي الرز كده تطعيمة حلوة كده ونكهة جميلة. هنسيب بس يستوي شوية ويشرب ميته. وهي دي بطاطس خلاص انا خلصتها، قربت اخلصها. هحطها بقى ايه شوية الطماطم دول كانوا فاضيين عندي، كانوا فاضلين كده. اخليهم بقى يستووا واحطها في الطاجن بعد ما اخلص ايه سواها. زي ما انتم شايفين كده. نعمل بس ايه طشة التومة، ونطلع الفراخ من الشوربة كده الرز الشايب، وهنعمل طشة التومة عشان نخلص بقى ايه اكلنا كله مع بعض. هنسيب السمنة تسخن. طبعا الفراخ شغالة والرز خلاص اتشرب. وادي ملوخية اخلصها خلاص. وخدت البرام اللي هو الطاجن، حطيت فيه البسلة بالجزر البطاطس، دخلتها جوه الفرن عشان يستبك ويدينا طعم حلو كده ايه معانا. التومة دي طبعا ريحتها بقى مفحفحة كده. زي ما انتم شايفين نحمر التومة دي بايه بملح وفلفل اسمر بس. تومة الملوخية او تومة البامية الويكة، ملح فلفل اسمر بس زي ما انت شايفة كده. هننزل بقى ايه بعد ما حمرناها نطشها بقى بيها. شايفين بقى الطشة وجمالها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جميلة جميلة جميلة، ريحتها جايبة لاخر الدنيا. الملوخية دي جميلة اوي. اول مرة اجرب النوع بتاع الملوخية الاسم مختلف، اول مرة اجيبه. راجع قال لي هيعجبك متقلقيش جربيه ومش ايه مش تندم كده. بسم الله ما شاء الله. الطاجن طالع بيبقبق. طبعا حاطله الخشب اللي هو الحراري تحتيه عشان ما يفرقعش منك على الرخامه. ما ينفعش حط على الرخامه على طول. شايفين الخشب تحتيه اهو. طاجن الملوخيه، طبق الملوخيه الجميل الخضرا. طبعا الطشه مظبطاه مية مية. طبق الشوربه، وادي طبق الرز المفلفل الجميل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا طبق مخلل زيتون على فلفل، جميل جميل جميل. وادي طبق الفراخ حمرناها وشوحناها على النار بسمنه وزيت. خدي بقى قرمشه وطعمه جميل بقى ايه ما اقولكيش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جميله 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 زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وادي الطاجن بيبقبق كده يقولك تعالي يلا ايه مد ايدك وكليني. كده خلصنا الفيديو. متنساش باللايك والشير والاشتراك وادفعوا على زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير. متنسوش اشتراك في اليوتيوب ومتابعة على فيسبوك. يلا السلام ورحمة الله وبركاته. باي باي.